سأتحدث عن مرض الرئة الخللي، والذي يعرف اختصارا ALD. بصفتي طبيب أمراض الرئة، أرى العديد من المرضى الذين يعانون من ALD والذين يأتون إلينا في مراحل متأخرة جدا من الحياة، حيث تكون الأعراض الشائعة هي سعال الجف الذي يستمر لدى هؤلاء المرضى، أو صعوبة بسيطة في التنفس. قد يكون هناك احتمال لوجود أمراض مثل الربو أو بعض الأمراض الأخرى التي تم علاجها في مكان آخر، لكنهم ينتهون بمشكلة كبيرة تسمى مرض الرئة الخللي، والتي قد تصبح في بعض الأحيان غير قابلة للعلاج إذا تم تشخيصها في مرحلة متأخرة. لذا فإن المرضى الشائعين الذين قد يطورون ALD في المستقبل هم أولئك الذين يعانون من آلام المفاصل المشابهة لاضطراب نسيج الضم، والذين يتلقون علاجا روماتيزميا. هؤلاء المرضى لديهم خطر مرتفع لتطوير مرض الرئة الخللي. والنوع الثاني هم أولئك الذين يدخنون بشكل مزمن. المدخنون الشرهون يطورون أمراض الرئة الخللية، وفي الوقت الحاضر نحصل على العديد من المرضى الذين لا يعانون من مشاكل التدخين أو الروماتيزم، يقعون تحت فئة التهاب الرئة التخصصي، وهو نوع من المشاكل التخصصية. هذا النوع من التهاب الرئة التخصصي يحدث في المرضى الذين يتعرضون للحمام، الببغاوات، الكوكة والطيور الغريبة. لذلك هؤلاء المرضى يتعرضون لمستوى عال من التعرض للمستضدات من هذه الطيور، أو قد يعانون من مشاكل متكررة مثل السعال المستمر. هذا التعرض المتكرر للمستضدات يسبب تلفا في الرئة. مع كل هذه الحالة يمكن التعرف عليها باستخدام فحص بسيط بالأشعة المقطعية عالية الدقة. لدينا اختبار لوظائف الرئة اللف يعطي فكرة عن كيفية تقليل سعة الرئة لدى هؤلاء المرضى. لذلك بمجرد الحصول على تصوير مناسب باستخدام الأشعة المقطعية وتحديد سعة الرئة، يمكننا تحديد مستوى مرض الرئة الخللي. وبالتأكيد يجب أن نبدأ العلاج، لأن تأخير العلاج سيؤدي إلى تدهور التوقعات